ازيكم يا شباب؟ الجمال والقيمة هبة من عند ربنا سبحانه وتعالى يهبها لمن يشاء. ولما بنقول الجمال والقيمة مش المقصود بيها الجمال والقيمة الشكلية وبس، لأن الجمال والقيمة ما هم إلا مفتاح لباب بيخبي وراه كل ما يمكن وما لا يمكن تخيله. فبنشوف الجميل والقيم خلقا، والجميل والقيم خلقا. بنشوف الجميل والقيم لسانا، والجميل والقيم فكرا، والجميل والقيم علما، والجميل والقيم حكمة. وكل دول وغيرهم كتير جدا من أمثلة بتجسد معنى الجمال والقيم. ولأن الطبيعة البشرية بتحتم على كل إنسان يملك جمال وقيمة إنه يحافظ عليها بأقصى جهده وكل طاقته، فما بالك بقى لما تكون أنت كمصري تمتلك ما يتمنى ملوك العالم امتلاكه، كنز ربنا سبحانه وتعالى هيأ عقول أجدادك وأسلافك إنهم يعمروه ويخلدوه على الأرض علشان يفضل باسمك واسمهم للأبد. كنز جواه علم، تاريخ، حضارة، تقدم، ابتكار، إصرار، عظمة، إمبراطورية باسمك أنت. العالم كله يظل في حالة دهشة وتعجب لما بس بيتم ذكر نبذة بسيطة عنها، ألا وهي الحضارة المصرية القديمة. ولأن زي ما قلنا إن الطبيعة البشرية بتحتم على كل مالك لشيء قيم إنه يحافظ عليه بكل جهده وطاقته، فعلشان كده بنشوف المصري الحديث بيحافظ على كنوز وحضارة واسم أجداده بكل جهده وبأقصى فكره. ولأن العين دايما أصدق من أي كلام ممكن تسمعه، اخترت النهاردة أني أكون موجودة هنا في المتحف القومي للحضارة علشان تشوف بعينك إزاي بيحافظ الحفيد على كنوز وعظمة واسم وحضارة أجداده بأقصى جهده كل فكره في أضخم معامل ترميم وصيانة وحفظ للآثار في الشرق الأوسط. ولأننا دايما بنتكلم تحت شعار ما ورثه الأحفاد من أجدادهم، فخليني أقولك إن فكرة الترميم وحفظ كنوز الأسلاف دي أصلها برضه من عند المصري القديم. طب إزاي بقى الكلام ده؟ وإيه اللي هيخلي كلامي ده مثبت ولا شك فيه وبشهادتك أنت كمصري؟ تعالوا نشوف مع بعض. الحكاية بدأت من آلاف السنين وفي عهد الملك العظيم رمسيس الثاني ملك مصر في عهد الدولة الحديثة، لما عبر الملك رمسيس الثاني في نص كتبه عن حزنه الشديد على الانهيار اللي أصاب مقابر أجداده بمختلف أنواعها وعدم اكتمال بعضها بعدما رحل أصحابها إلى السماء. وكانت خطة الملك رمسيس الثاني أن يكون الحفيد البار بأجداده ويحافظ على مقابرهم من الانهيار علشان ينول من بركتهم اللي هتنزله من السماء. ومن هنا كان نصيب الملك رمسيس الثاني في ابن بار وعالم مصريات وكاتب ملكي وكبير كهنة بتاح ومرمم آثار، ألا وهو خاعم واسط. خليني أقولك إن خاعم واسط هو الابن الأكبر للملك رمسيس الثاني، ويعتبر هو أول مرمم آثار وعالم مصريات في التاريخ. والشاهد على ده هي الآثار اللي اترممت فعلا على ايده، زي هرم زوسر المدرج ومقبرة شبسسكاف وهرم ونيس بسقارة وهرم صاحورع ومعبد الشمس الخاص بالملك ني وسرع. والدليل الواضح على ده هو مبدأ التسجيل والتوثيق اللي كان بيمشي بيه أجدادنا في كل شيء، واللي حتى الآن لا يمكن أبدا على أي مرمم أيا كان مدى خبرته أنه يقوم بترميم أي أثر بدون مرحلة التسجيل والتوثيق كأول مرحلة بنبدأ بيها مع الأثر وبتفضل ممتدة معانا حتى يتم تسليم الأثر للهيئة المالكة أيا كانت نوعها. المرمم خاعم واسط عمل ده من خلال جملة كتبها على كل أثر كان بيرممه، وهي جملة إن كبير كهنة بتاح الأمير خاعم واسط هو الذي خلد ذكرى الملك فلان صاحب الأثر. شفتوا بقى ازاي الجينات المصرية القديمة ممتدة جوه دم كل مصري حتى يومنا هذا؟ وده لأنه انتهج بنفس منهج أجداده مع مراعاة تطورات الزمن، وده لأنه قام ببناء وتجهيز أكبر معمل ترميم وصيانة وحفظ للآثار في الشرق الأوسط، واللي موجود هنا في قلب متحف الحضارة.
جوه المعمل هنا بنشوف أكبر وحدة استقبال للآثار على مساحة حوالي 1500 متر مربع، واللي بيتم فيها استقبال القطع الأثرية داخل المتحف وإعداد تقرير الحالة والتغليف للقطع بأحدث وسائل ومواد التغليف ونقلها للمعامل بأأمن وأحدث طرق النقل على الطراز العالمي واستيفاء بكل الشروط المتفق عليها عالميا. بنشوف وحدات دراسة وترميم جميع أنواع الآثار بجميع أحجامها وبأحدث الأجهزة والمعامل المخصصة لكل جزئية وكل نوع في الآثار المصرية، وده زي معامل الحمض النووي وتحليل المومياوات، واللي بتحدد هوية أصحاب المومياوات المجهولة وأسباب وفاتها، واللي يعتبر أول مختبر إفريقي لدراسة الحمض النووي والبيانات الجينومية. وعلى أعلى مستوى بنشوف وحدة الأنوكسيا المتخصصة في تعقيم الآثار بالغازات الغير ضارة تماما على الأثر أو البيئة. وحدة ترميم وصيانة وحفظ الآثار هنا بتضم أحدث وأكبر المعامل في الشرق الأوسط، منها المعامل البحثية والتحليلية زي وحدات الميكروسكوبات ومعامل التحليل الطيفي ومعمل الميكروبيولوجي ومعمل التحليل الحراري ومعمل الإشعاع السينية ومطياف الرمل، وغيرها كتير جدا من المعامل الموثقة بشهادة معتمدة من المنظمات العالمية زي منظمة اليونسكو والآيكوم. وكل ده غير أكبر المتخصصين في علم الصيانة الوقائية وحفظ وعرض القطع الأثرية في قاعات المتحف، تقديرا لعظمة وأهمية الحضارة المادية المصرية العظيمة. وكل ده كمثال ونبذة بسيطة جدا عن مدى اهتمام الحفيد بعظمة وحضارة أسلافه وأجداده. وبكده أكون خلصت كلامي معاكم في المرمم المصري بين الماضي والحاضر. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات تانية.